الشباب اللي معايا شايفين الشباب والبنات عباره عن دوائر، كل واحد عايش في دايره، دايرته انه بيشوف الفيلم دوت مره واثنين وثلاثه في دايره مستمره، دايرته انه هو بيتفرج على الاثار او بيقرا كتاب او بشكل مستمر، ما بيخرجش بره الدايره بتاعته ديت. علشان كده احنا جبناها لكم النهارده، هم مؤسسين صفحه حققت مجموعه من الاهداف ونفذت عدد كتير من الانشطه، هنتعرف عليهم اكتر من خلال الفقره دي. عجبتني جدا كلمه كتبتوها على الانفو بتاعكم، قلتوا فيها دوائر بتدخلك في دوائر ما حدش هيقول لك تدخلها ولا تشوف حاجات نفسك تعرفها. ايه هي الدوائر دي؟ مساء الخير، ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا عمرو؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ازيك يا شباب؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه الشغل العالي اللي احنا شفناه دلوقتي ده؟ شغل كويس قوي. وانت واقف وعمال بخطب فيهم زي الفل يا عمرو. عمرو، في البدايه كده عايز اعرف منك المبادره بتاعتكم دي بدات امتى وعملتوا ايه؟ وهل كمان مبادره اللمه بتاعتكم دي اللي احنا يمكن صورناها معاكم من حوالي 7 شهور انتوا ولا كان حد غيركم؟ لا، كنا احنا برضو بس كنا في مكان تاني. الاول هتكلم على الفكره ابتدت تقريبا في 21 ديسمبر 2010، يعني قبل الثوره بشهر، والحمد لله مستمره لغايه دلوقتي وبتحقق من نجاح لنجاح. كنت جيت كان في تغيير طلع عن اللمه في عز الشباب برضو في نفس البرنامج من حوالي شهر 7 شهور كده، كان في شهر 8 9 حاجه كده. كان العدد كان قليل. كنا في مكان اسمه مكان بنتغير من مكان لمكان، رحنا ألف، رحنا الساقية، كانت أمسية هي؟ أمسية؟ ما أعتقد، أنا فاكر حاجة بس لا هو احنا في اللمة بنعمل زي احنا اللمة أصلا ثابتة، يعني هي بتبقى زي هي قعدة شبابية عادية جدا زي ما احنا بنقعد مع أصحابنا، بس الفرق ان احنا كل فترة بنختار، كل شهر تقريبا بنختار مواضيع، بنقترح مواضيع وبعدين بنعمل عليها تصويت، واعلى مواضيع فيهم 4 مواضيع بنختارها، دي مواضيع الشهر، دي اللمة. وناس بتتطوع ناس يعني هي اللمة المفروض داخل دوائر. دي يعني جوه. طب يعني ايه بقى الفكرة بين دوائر واللمة؟ يعني نفصص الموضوع شوية. هي دوائر، هي مجلة شبابية، مجلة شهرية هي المفروض، بس الويب سايت فيه شوية مشاكل. بس نشاطنا الأساسي على صفحة الفيسبوك وعلى أكاونت تويتر. بنتكلم فيها عن مزيكا، بنتكلم فيها عن أماكن جديدة، البلدان، يعني بنعرف الناس بالبلدان وبأهل البلد بيعملوا إيه. يعني احنا دايما، يعني مثلا من السهرات اللي عملناها قبل كده كانت فلسطين. الناس ما كانتش متخيلة خالص إن في ناس عايشة في فلسطين وبتصيف، يعني عارفين فلسطين مثلا اللي بتطلع في نشرة اخبار، فمش متخيلين في ناس هناك عايشين. فالفكره ان احنا بنتكلم عن البلدان وبنعرف الناس بيها، بنتكلم عن الكتب، ترشيحات الكتب عشان الناس تقراها، بنتكلم عن السينما، في كل يوم سينما، وكل يوم على الصفحه في برنامج لكل يوم. العادات والتقاليد والثقافات المختلفه دايما بتنوعوا منها. بالظبط. وبنتكلم عن الكتب، بنتكلم عن المزيكا، بنتكلم عن الافلام، اتكلمنا عن الصوفيه طول رمضان. يعني وفي شويه مثلا اي اقتباسات من الاقوال المأثوره من الناس المشهوره او كتاب او شخصيات تاريخيه، بنعرف الناس بشخصيات تاريخيه برضو في البلدان. يعني بنبتدي هي ثقافه بس بشكل مش معقد يعني. طب ياسمين، بما انك المدير التنفيذي للمبادره ديت، الاماكن اللي بتبداوا انكم تهتموا بالشباب ان هم يكونوا موجودين فيها، او تبداوا تلقوا محاضراتكم او تقولوا لهم يعملوا ايه او تخرجوهم من الدايره اللي هم فيها دي، ايه الاماكن هي؟ لا هو احنا مش، يعني هي مش بتبقى، يعني مش كل مره بنعمل زي اللي احنا عملناه امبارح. هو احنا كل شهر تقريبا او كل فتره بنعمل خروجه زي الخروجه دي، بنبتدي ناخد الناس لمكان اثري، ده تبع اللمه، واللمه اصلا بميعاد ثابت، بمكان ثابت في كذا محافظه. يعني تتفقوا عليها على الفيسبوك وتتقابلوا وتبداوا تلفوا الحتت اللي هي عمرو بقى يعرف. انتوا عملتوا امبارح يا عمرو؟ عشان بس نعرف اللمه بتاعت امبارح كان فيها ايه. هو زي ما قالت ياسمين كده، اللمه عموما هي عباره عن قعده شبابيه اسبوعيه ثابته في مسجد السلطان حسن دلوقتي. كنا دي بالنسبه للقاهره، في اكتر من محافظه، عندنا سوهاج، عندنا اسماعيليه، عندنا بورسعيد، عندنا اسكندريه، كل دول بالتنسيق مع بعض. منصور. كل دول تحت. انت المسؤول عن اللمه. انا المسؤول عن اللمه، عن كل دول اللي هم تحتيه، كل محافظه ليها منسق، انا بنسق معاه، وهو ليه الحريه المطلقه في اللمه بتاعته، بيشوفها بيتكلم في مواضيع ايه، بيختاروا ازاي، طب شكل اللمه، طب مكان اللمه، طب كل الحاجات دي كل محافظه ادرى بيها. يعني في محافظات ما بيبقاش فيها اماكن اثريه. كان كام امبارح؟ كانوا كام قد ايه؟ يعني الايفنت كان عامل حوالي 1100 جوينج تقريبا، اللي يعني ممكن نقول 700. طب حلو. يعني رقم كبير جدا بالنسبه لنا، وكان مفاجاه كبيره. زي ما ذاع التقرير كده كنت واقف بحاول انظم الموضوع. عملتوا ايه؟ بتعمل ايه يا عمرو؟ عايز اعرف منك، يعني بتقول للشباب ايه؟ بتتكلموا مع بعض عايزين تعملوا ايه؟ يعني الفكره دي احنا اللي كسرناها.
الشباب جايه تسمع ايه؟ اه لا انا جايب الشباب يقول. هايل. دي اللمه اللي هو القعده الشبابيه، القعده الاسبوعيه دي، هو جاي مفروض ان هو الندوه. عندنا ندوات، مجموعه ندوات، ده شكل من اشكال الثقافه. عندنا محاضرات. حد كبير، راجل كبير بكرافات قاعد بيقول مين بقى الراجل ده؟ بيقول ده بيقول الكلام ده. الحاجات دي في الندوات والمحاضرات. اوكي. بتكلم في الفكره عموما. دي الشكل الروتيني بتاعنا. الشكل الروتيني بتاع المحاضرات. دكتور لطيف قاعد بيحاضر طول الوقت وانا قاعد بسمع، ما بستفادش اي حاجه غير اللي انا بسمعه. اللمه كسرت كل ده وعملت شكل من اشكال الثقافه وشكل من اشكال المعرفه اللي هي ايه؟ اللي هي اللمه دي بقى ايه؟ ان هو انك النهارده هنتكلم مثلا عن شارلي شابلن، فهنتكلم 40 دقيقه عن شارلي شابلن وساعه ونص انت اللي هتتكلم عن شارلي شابلن. دي في اطار تنظيمي، في اطار لو حد مش عارف مثلا، لا في عادي بيبقى قاعد معانا في افكار بتطلع. يعني احنا مش دايما بنختار مواضيع جامده صعبه شويه او مواضيع ما يبقاش ليها. مين فينا ما اتفرجش على شارلي شابلن مثلا وهو صغير؟ كلنا اتفرجنا على شارلي شابلن طبعا. ياسمين، هو عمل وكل الكلام ده. في ايه الفعاليات اللي بتعملوها تاني او بتنظموها تاني؟ هي الفعاليه الاساسيه هي اللمه، وساعات بنشارك في بعض الفعاليات التانية زي لقاء القراء. ده بيبقى باشتراك مع كذا مبادره تانيين زي هات وخد من الارشاد السياحي طبعا عشان يبقى معاكم في المزارات والحتت اللي انتوا بتروحوها. لا بس لقاء القراء ده ساعات بيبقى في مكان اثري، ساعات بيبقى في جنينه. الناس بتختار، كل واحد بيجيب كتابه معاه ويقعد يقرا، وبعد كده بنشارك بعض الافكار اللي احنا قريناها. دي ممكن على الانترنت، على الفيسبوك ممكن بنشوف. يعني انتوا ايه الفكره ان انتوا بتبادلوا بعض الافكار؟ يعني ايه الهدف منها او بتعملوا ايه؟ احنا مش الفكره ان ان الثقافه مش حكر على حد، وان ممكن قوي يبقى حد بيقرا يعني ممكن حد بيقرا في حاجه انا ما قريتش فيها، فيبتدي هو لما يشرحها لي او يقول لي ان هو قرا كذا كذا كذا، تدخلي الدايره بتاعتك وانت تخشي الدايره بتاعتك تشوفي الكتب وتتبادلوا الكتب مع بعض. فهي الفكره في كده. وحتى في اللمه احنا مش حد، يعني مفيش حد معين هو اللي بيحاضر او بيديكوا فرصه ان انتوا حتى تتعرفوا على الفكر التاني. بيديكوا فرصه ان تعرفوا ده دماغه فيها ايه، ده سكته ازاي، او ده الستايل بتاعه ايه في القرايه، او يعني حد بيتطوع يحضر عن الموضوع الفلاني، فبيجي في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه ويتكلم عن الموضوع. انتوا الفكره فاتحين المايك لكل الناس، يعني انتوا فاتحين المايك للناس كلها بتيجي، هم اللي بيتكلموا مش جايين مستمعين، يعني جايين تتكلموا تقولوا اللي جواكم. عايز اعرف منكم انتوا بتعملوا برضو رحلات وجولات سياحيه يمكن في القاهره وفي المحافظات برضو الاخرى. عايز اعرف منكم انتوا بتعملوا ايه في الجولات السياحيه دي؟ هل هي ارشاديه؟ هل هي انتوا بتنسيق مع بعض الشباب برضو على الانترنت بفلوس من غير فلوس؟ عرفنا ودخلنا معاك اكتر. يمكن هدخلك في الايفنت اللي هو بتاع الخروجات. احنا كده عرفنا شكل اللمه. هخرجك في الايفنت بتاع الخروجات ده. احنا عاملين لغايه دلوقتي 5 خروجات. الهدف الاساسي بتاعنا هو الحفاظ على الهويه المصريه. دايما يعني بنتهاجم ان هو الغرب بيجيب الثقافه لينا، دايما بيجيب لنا عادات، بيجيب لنا تقاليد، بيجيب لنا ثقافات، بيجيب لنا كل حاجه. اتعودنا على كده. اتعودنا على كده. فانا عايز اقول له لا، احنا عندنا حاجه مكتسبه ممكن نكتسبها من الارض دي، تعرف ترفعنا وتعرف نصدر الافكار دي للي بره. لدرجه ان هو يعني الحمد لله بفضل ربنا ان هو ناس طلبت في كندا انها تعمل اللمه، انها تعمل فكره اللمه في كندا. مصريين هناك حابين الفكره وشايفين الفكره دي. الخروجات بتحصل ان هو بجانب اللي هو الهويه دي، فبختار اثار اسلاميه، بختار اثار قبطيه، بختار اماكن سياحيه زي ما كنا عملنا خروجات في القلعه والسلطان حسن. دي كانت خروجه لوحدها. في شارع المعز خدناه اللي هو شارع المعز الشمالي اللي هو فيه بيت السحيمي ومسجد برقوق ومسجد السلطان قلاوون ومسجد الحاكم بأمر الله. دي كانت لمة تانية. اللمة الثالثة اللي هي كانت عملناها في الأفريكان بارك، ودي كانت في الأدغال. اللمة الرابعة عملناها في مجمع الأديان، ودي كانت حاجة كده وجبة دسمة جدا، لأنك عشان تتعرف على كيف أثرت الحضاره الاسلاميه في الطابع الفن المعماري، ويدخل معايا في نفس القعده انك تشوف كمان الفن المعماري القبطي على الفن المعماري اليهودي. كل الحاجات دي تبقى في لمه واحده. خامس لمه اللي هي اللمه اللي هي اتذاع فيها التقرير اللي هو حضرها ال 700 فرد دول اللي فاجئونا، ويعني اهل اللمه دول الخطط اللي جايه دول كده هم دول الحاجه يعني الجامده جدا اللي عملناها. عايز اعرف بقى الخطط اللي جايه عندكم، يعني غير الحاجات دي كل تقريبا انتوا خلاص لفيتوا مصر. في حاجات ثانيه ناقصه؟ احنا يعني الخطط الجايه عندنا ان احنا هنبتدي بقى نشوف اماكن ثانيه، لان في اماكن ثانيه احنا ما نعرفهاش.
زي ايه مثلا؟ ايه اللي في الاجنده عندك؟ لسه في الاجنده بتاعتنا والله من بعد امبارح لسه في الاجنده فاضيه، لسه بنحاول نحضر فيها كل ده ولسه فاضيه؟ والله لو حلفت لي عليه ما صدقك. انتوا لفيتوا احنا اكتر كده حتت. لسه احنا كده صفر، لسه احنا لسه ما عملناش حاجه. لسه في حاجات كتير لسه. عجباني روح المبادره. يعني حلو ده ان انتوا حاطين قدامكم هدف وحافز برضو اللي بنتكلم عليه النهارده من بدايه الحلقه بتاعتنا. واحنا في كل جوله هنكون معاكم ان شاء الله. ان شاء الله. دوائر جواها لما حلو قوي الكلام ده. ممكن يبقى جواها ايه تاني غير لما وتبادل الافكار؟ ايه تاني انتوا حاطينه برضو في الحسبان يمكن دلوقتي موجود معاكم؟ هو المفروض على الويب سايت ان احنا الناس بتشارك بمقالاتها. في كمان يعني احنا قريب جدا هنفتح باب الاشتراك للناس في فريق دوائر. اللي عايز يشترك في اي فريق من الفرق اللي موجوده، في فريق السوشيال ميديا ده بيبقى مسؤول عن السوشيال ميديا عموما. في فريق خاص بالويب سايت سواء تقنيا او يعني سواء من الناحيه التكنيكال يعني او من ناحيه اداره الموقع نفسه. في فريق تصميمات الديزاينز، يعني ده بالذات الناس بتشيد بيه بشكل مش طبيعي. الديزاينز بتاع الدوائر الناس بتحبها جدا. في متطوعين بيساعدوكم في المبادره الجميله ديت؟ ما هو الفرق دي كلها موجوده اصلا، يعني احنا بس هنزود ناس عليها. لا الموضوع تطوعي بحيث تقدروا تنسقوا مع الاماكن اللي انتوا عايزين تروحوها، تنسقوا التحركات نفسها، الحاجات دي كلها. نعم، بحيث تنسقوا التحركات بتاعتكم، تنسقوا في الاماكن اللي انتوا رايحين تزوروها. ما هو احنا بعد لما قعدنا قلنا يعني عدد الدايره وجه تاني، احنا محتاجين فريق كامل للخروجات. فريق جد كبير من المتطوعين اللي تحتاجوا زي عاملين كده دول. يعني تحتاجوا ايه ناس؟ يعني ممكن زي ما احنا شفنا من شويه مثلا ياسمين قالت انتوا محتاجين ناس متخصصين في حاجات محدده. ايه تاني يا عمرو شايف ان انت برضو محتاجه خارجي بقى؟ يمكن انا بس يعني احنا محتاجين كل الناس، اي فكره عند اي حد بنهتم بيها في اللمه وبنعملها. اللي عندنا الجديد ممكن نقدمه. احنا اتكلمنا على الاثار الاسلاميه، اتكلمنا على الاثار القبطيه، اتكلمنا على الاثار. لسه كل ده احنا في القاهره، احنا لسه ما طلعناش منف، ولسه ما طلعناش اسيوط، ولسه ما طلعناش سوهاج، ولسه ما طلعناش الاقصر ولا اسوان، وما دخلناش لسه في الحضاره المصريه القديمه، مش الحضاره الفرعونيه. انتوا مقسمينها يعني؟ طبعا. مالكمش دور في مهرجان القلعه اللي جاي؟ لا مالكمش دور. القلعه وبتاع وحفلات هناك، مهرجان ده تستفيدوا منه كبير جدا. يعني احنا هنتقام عليه يعني الموسيقات العالميه هتتلعب هناك، ففرصه ان يتعرفوا برضه على الموسيقى العالميه من غنى وعزف كلاسيكي. اكيد طبعا. يعني اي حاجه احنا اي ايفنت بيجي لنا بنحاول نستفاد منه بشكل احنا متوقع جدا. احنا مع المعرفه. اي معرفه احنا معاها. احنا ده صح، واحنا كمان معاكم في عز الشباب. دي حقيقه. انا عايز اشترك معاكم، اعمل ايه؟ تدخل على الصفحه بس كده، بس وتيجي تيجي لما تبقى من اهلها. انتوا بتكتبوا كل اسبوع بتكتبوا لمتكم فين؟ موجوده فين؟ الايفنتات على طول بتبقى موجوده، يعني على دوائر، على صفحه دوائر على طول في ايفنت. اسمها ايه؟ دوائر. هي هنفتح حتى التويتر دلوقتي بتاعكم برضه ونشوفه. في لينك بتاع الصفحه بتاعت الفيسبوك وتويتر، دوائر DAWAYR. التويتر بتاعكم هو ده دوائر. مجرد نعمل اد عليها. كل المطلوب بس انك تيجي اللمه بس كده يعني، وتبقى موجودين عندنا. بقى مجرد دخولك اللمه بقيت من اهل اللمه. يعني بقى اللي هو بيختار مواضيع وبيشارك. حلو. لا حلو الاسم كمان، تحس كده بايه ان احنا لسه في عندنا حاجه كده ما فيهاش فقدان كده، فاهم؟ ما فقدناهاش، يعني اللي هو زي ما بيقولوا ما فيهاش يعني فيها دفء كده. ده بحبه قوي. ربنا يوفقك يا عم ان شاء الله. وياسمين ما نفتقدش الحلقه بتاعتنا دي دايما، اللي هي اللمه بتاعتنا ان شاء الله في كل حاجه. وان شاء الله الفتره اللي جايه برضه احنا هنتابعكم في عز الشباب، واي حاجه انتوا برضه محتاجينها مننا احنا بدعمكم برضه قلبا وقالبا ان شاء الله الفتره اللي جايه. مرتضى جدا يا جماعه. شكرا جدا انكم كنتوا معانا ان شاء الله، ونبقى انا واحمد من اهل اللمه ان شاء الله. مرحبين في اي وقت. شكرا جدا. طب يا جماعه هنخرج لفاصل ونرجع مع الاستاذه رانيا بدر الدين.